بيقول: كان هو جاري وصاحبي وصديق عمري وأنيسي وحبيبي. كان هو دايما واقف جنبي في حرث الأرض وفي زراعتها، وكان بيستأنس بيا وبستأنس بيه، ونشرب مع بعض الشاي على الراكية ونشوي ذرة وكل حاجة. في يوم من الأيام ضاع من عندي فاس. الفاس ديت كانت عزيزة عندي قوي، وكنت بستريح في استخدامها جدا، وكانت أحب الفوس اللي موجودة عندي. قعدت ادور عليها في كل حته، وبقيت زعلانه عليها جدا. وفي يوم من الايام لقيت جاري ده معاه فاس، شايل فاس على كتفه. اتخيلت لي ان هي نفس الفاس بتاعتي، هي الفاس بتاعتي. بس ليه صاحبي وحبيبي ده ياخد الفاس بتاعتي من غير ما يستأذن مني؟ ليه يسرقها مني؟ ايه اللي يجبره على كده؟ مع انه لو كان طلبها مني عمري ابدا ما كنت هبخل بيها عليه او امنعه عنها. وهو رايح بقى يتخيل لي ان هو ده سارق الفاس بتاعتي، وهو جاي متخيل لي ان الشخص ده سارق الفاس بتاعتي. كان هو وحركاته وصفاته كان هو الحرامي بتاع الفاس في عينيا. نظرتي ليه اتغيرت وسقط من عيني جدا، ما بقاش هو لا صاحبي ولا حبيبي ولا اخويا. كل ده بسبب انه اخد الفاس بتاعتي من غير ما يستأذن مني. من حبي ليه حتى ما فكرتش اني اروح اعاتبه واقول له: انت ليه بتاخد الفاس بتاعتي من غير اذني؟ وبقى خلاص ماليش علاقة بيه، بقى يسلم عليا ويرمي عليا السلام، ما بقيتش ارد عليه، ما بقيتش احبه، ما بقيتش اقدره، ما بقيتش عايزة اتكلم معاه ابدا. في يوم من الايام وانا عمال انكش كده علشان ااكل البقرة بتاعتي، وعمال انكش كده في الحطب، لقيت الفاس بتاعتي دي. الفاس بتاعتي، ايوه، هي نفس الفاس بتاعتي اللي كانت ضايعه مني. وانا اتهمتها في صاحبي وفي حبيبي وفي جاري، وقلت ان الفاس اللي رايح جاي بيها دي هي بتاعتي، ومرضتش اعاتبه ولا الوم عليه. يا نهار ابيض، ازاي دي الفاس بتاعتي وانا اتهمت صديقي وحبيبي وصديق عمري في حته فاس؟ المسألة مش كانت قصة فاس، القصة قصة ان الشيطان دخل بينا، وبقى حصل سوء ظن. طب يا ريتني رحت عاتبته، يا ريتني رحت قلت له: انت ليه واخد الفاس بتاعتي وهي ما طلعتش بتاعتي؟ كان هيفهمني ان دي مش بتاعتي وانها واحدة شكل اللي عنده. ولا بالعكس، ده كان هيدور معايا وكنا هنلاقيها سوا. ما قدرتش اتمالك نفسي، وقعدت اعيط وابكي على سوء الظن اللي انا ظنيته في صاحبي وحبيب عمري، وازاي ان موقف بسيط وفي منتهى الهيافة وقع بيني وبينه، مع انه ملوش اي ذنب ومش فاهم اي حاجة، وكان مستغرب جدا انا ازاي معاملتي اتغيرت معاه كده وليه. وما فكرتش في يوم اني اعاتبه. رحت جاري عليه واخدته بالحضن، وفضلت ابكي في حضنه واقول له: سامحني، ده الشيطان دخل ما بيننا، انت حبيبي وصاحبي واخويا، ومهما حصل عمري ما هشيل منك، بالعكس انا هاجي اعاتبك، حقك على راسي.